السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آه اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل بلد وفي كل حين. ربنا ينصر اخواننا في فلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض المخلل المشكل. احنا طبعا مفيش سفرة في رمضان مهما كانت عليها اكل ايه، او مهما كان عليها اشكال والوان واصناف مختلفة من الاكل. لازم الطبق الترشي او طبق المخلل ده آه حاجة اساسية في كل بيت وعلى كل سفرة ان شاء الله في رمضان. النهارده هنعمل مع بعض تشكيله جميله جدا من المخلل بسعر تقريبا ممكن ما يعديش ال50 جنيه، وهتعملي كميه كبيره جدا ان شاء الله، ان شاء الله نكفي معانا رمضان. آه، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا ايام بخير. آه، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين، ويكون ربنا انزل نصره على اهلنا في فلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. آه، النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ اول حاجه انا عملتها معاكم اللفت. جبت اللفت كده فضيته في قلب الحوض، كان مليان طينه لاني كنت جايباه كانت الدنيا بتشتي، وكان تقريبا كان مليان طينه جامد قوي. فانا قلت غسلت الحوض كويس جدا ونزلت بيه كده وفتحت عليه الميه بحيث ان الطينه دي تبوش معايا، وغسلته. عندي بقى ليفه كده بخليها بغسل بقى الخضار. تمام، هي نضيفه، ما بغسلش بقى اي حاجه خالص غير الخضار. آه مخليها كده اغسل بيها الخضار، فانا جبتها قعدت اغسل بيها. لو انت عندك فرشه ممكن تغسلي بيها، او ممكن تغسلي بايدك يعني زي ما انت حابه يعني. المهم شلت بقى ايه، شلت اي حاجه مش عاجباني في اللفت يعني. الراس بتاعته ديت شلتها. اتخلصي من اي حاجه فيها، مثلا حته بايظه، حته مش عاجباكي، حته تحس انها ايه يعني شكلها اسود كده شويه. مثلا تلاقي حته فيها ايه تبقى عامله شبه السفنج كده، بتبقى شيخه، ممكن تشيلها برضه. المهم بقى ايه، شلت بقى كل ده وغسلته غسله كويسه جدا، وجهزت معاه كده اول حاجه اللفت. بالنسبه بقى لتشكيله المخلل دي، انا عامله التشكيله دي على ذوق، على حسب اللي احنا بنحبه في البيت عندي هنا. آه انت ممكن تعملي تشكيله غير دي تانية، يعني انت ممكن تزودي حاجات، ممكن تقللي حاجات، فبراحتك خالص. انا عملت بقى اول حاجه كده اللفت، واديني خلصته وغسلت. شفتي بقى شكله بقى جميل ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقى شكله كده ابيض وجميل. تاني حاجه بقى هعمل البصل. انا ما عندكيش كتل، يبقى ميه، املي البراد بتاع الشاي ده على اخره ميه، واغليه. اول ما يتغلى معاكي روحي طافيه عليه، وحاطه بقى كده في بوله او اي حاجه عندك، حاطه عليه معلقتين خل، ومنزله فيه البصل ومغطياه وسايباه. بس طافيه النار، تمام يعني، احنا غلينا الميه، طفينا النار. حطي بقى معلقه الخل، ونزلي البصل في قلبيه وغطيه وسيبيه حوالي 5 6 دقايق كده، الميه تبرد فيه، وبعد كده نشتغل فيه تاني. عندي ايه كمان؟ عندي خيار. الخيار انا بصراحه ما اشتريتوش مخصوص للمخلل ده، كان عندي وحسيت ان هو ايه، نوعا ما دبلان شويه، ف قلت اطلعه احطه في المخلل بالمره. وبرده جزر، يعني انا حطيت جزر كده ولفت وبصل وخيار. في ايه تاني؟ هعمل بقى عندي برضو في كرنبيت. تمام. ممكن انتي بقى تحطي فلفل، تحطي ليمون، تحطي زيتون، براحتك. شوفي ايه اللي عندك اللي نفسك تحطيه حطي، بس مش هينفع تحطي كرومب معاه. ينفع احط بتنجان، بس هو بتنجان بيبقى احلى يعني لما تبقى لوحده يعني. تمام، لو انت عايزه تعملي بتنجان مثلا، يبقى هو التشكيله دي بتبقى حلوه في كده يعني، جزر وخيار وبصل وكرنبيت، بألفت كده يعني. تمام، خلصنا المخلل. على فكرة المخلل ده سهل جدا جدا، وان شاء الله من دلوقتي رمضان هيكون حيلة معانا، وهيبقى زي الفل وطعمه زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كده البصل كده خلصناه، هديله تقشيرة. طب انت ليه بتحطي البصل في مية سخنة؟ انا عايزه اقول لك، البصل لو انا بعمل مخلل البصل بس لوحده، انا بعمله بطريقه تانية غير دي خالص. لكن خلينا في الطريقه دي دلوقتي. انا بحطه في ميه سخنه عشان لما اجي هنزله مع المخلل ده هيعمل ريحه كده نفاذه انا مش حباها. فالاحسن ان انا احطه في ميه سخنه تكسر الريحه بتاعته ديت. الريحه بتاعته بتبقى نفاذه، عارفين بقى ريحه البصل بتبقى نفاذه قوي. فالميه السخنه هتكسر ريحته، وهتبقى سهله معاكي في التقشير، مش هيخليكي تدمعي بمعنى اصح. آه، انتي لو حابه تقشريه كده عادي، وممكن تحطيه، بس هياخد سوا معاكي برضو شويه حلوين، وفي نفس الوقت الريحه بتاعته هتبقى نفاذه قوي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصوا بقى، انا عندي قطعتين، اللهم بارك اللهم بارك، وربنا يزيد كل واحد وربنا يرزق كل واحد على قد نيته، اللهم امين يا رب. انا عندي قطعتين، القطعه دي اللي هي ايه فيها المبشره واللي هي البرتقاني اللي انت شفتوها من شويه، وعندي القطعه دي. انت ما عندكش القطعات دي، بسكينه عاديه خالص مش هتفرق معانا. اي سكينه عاديه عندك عاديه هتشتغلي بيها عادي، مش هتقولك حاجه. القطعه دي مجرد انها بتعمل شكل شبه المخلل الجاهز لما تجيبيه، مش اكتر ولا اقل. لكن لو انت عملتيه برضو بالسكينه العاديه هتديكي برضو نفس الجوده ونفس الطعم ونفس المذاق. قطعته بقى بالقطاعه، واللهم بارك اللهم بارك، ويخلي لنا اولادنا يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويبارك للي عنده اولاد يا رب العالمين، ويهديهم ويصلح حالهم، اللهم امين يا رب. آه، عندي ابني ما كانش بيسيبني، عندي ابني ربنا يبارك فيه ويديله الصحة ويبارك في عمره يا رب العالمين. لما بيشوفني بقى طلع القطاعة دي يشتغل بيها، لا انا لازم اساعدك، لازم اعمل معاكي. بص حتى تلاقي ايديه معايا، ايديه شغالة معايا مش سايبني. ربنا يبارك في اولادنا واولاد اولادكم يا رب العالمين، واولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. بص بقى قطعي بقى بالشكل اللي يعجبك، عايزه بقى بالطول بالعرض مكعبات الصغيره كبيره بقى براحتك خالص. آه، بس في حاجة أنا باعملها، يعني الجزر أنا كنت باخلّي مكعباته أصغر من اللفت والخيار، علشان هو برضه ممكن هيغيب شوية في السوا برضه معانا عن اللفت والخيار، فإحنا بنخلّي مكعباته صغيرة شوية بحيث إن هو كلّه يستوي مع بعض في وقت واحد. بُصّي بقى باشكِّل بقى من إيه، أنا باقطّع إيه، حبّة من هنا وحبّة من هنا وحبّة من هنا، يعني عشان يبقى كلّه مع بعضيه، مش لازم أخلّص اللفت الأول بعد كده أخُش على الجزر، لأ، عشان يبقى إيه، تعملي كلّه مع بعضيه. بُصّي بقى لازم بقى يحُط إيه، البصمة بتاعته. بُصّي ربنا يبارك فيه يا رب، ويبارك في أولادكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بُصّي بقى أنا باقطّع بأي كمية وأي شكل، يعني بيبقى شكل عشوائي، يعني مش لازم حاجة معيّنة، بس أهم حاجة حاولي تخلّي إيه المقاسات قد بعضيها. دي كده كرنبيتي، الكرنبيط ده أنا جايباه يعني ب5 جنيه، يعني هو مش غالي، بس أنا كنت جايباه للمخلل مش للأكل، أنا قُلت أنا عايزة واحدة كده صغيرة كده للمخلل، ادّيتيني ب5 جنيه. لكن هو الكرنبيط الحلو كده اللي تيجي تعمليه للأكل يعني من 20 جنيه 15 جنيه كده يعني. اللهم بارك اللهم بارك. الحاجة في البيت بتدّي خير كتير جدًا، أي حاجة تعمليها بإيدِك في البيت تلاقيها ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، تلاقيها عملت خير وملت البيت بركة وخير. والله العظيم أقل الإمكانيات، بدل ما تروحي تشتري مثلًا ب10 جنيه والّا 20 جنيه كل يوم والّا كل يومين، لأ أنتِ هاتي بال20 جنيه دُولة شوية حاجات واعمليهم على بعض، واعملي المخلل لو أنتِ بتحبيه، بلاش تشتريه جاهز. إحنا عارفين إن رمضان مشهور جدًا بالمخللات، لازم على السفرة دي حاجة أساسية. فالحقي يالّا هاتي واعملي وتشجعي كده، والحقي اعملي لِك برطمان كده قبل رمضان، حتى لو فتحتيه على أول كام يوم في رمضان برضه مش هيبقى وِحِش. ربنا يوسّع أرزاقنا وأرزاقكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بُصّي إحنا كده بقى خلّصنا. أنا أنا عشان جايبة كمية، فأنا عملت الحركة دي، لو أنتِ جايبة كمية صغيرة ممكن تعبّيها في برطمان وتشتغلي على طول. أنا كميتي عشان اللهم بارك كانت كبيرة، فأنا عملت كده، جبت صينية واسعة، لو أنتِ عندِك حاجة واسعة فضّي فيها. آآ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، أنا آسفة باعتذر. لمّا تجيبي حاجة واسعة باقلّبه واحط عليه معلقتين 3 هريسة شطة، وباحط عليه الملح بتاعه. أنا حطيت على الكمية دي كلها 4 كيس ملح من اللي هو ب4 جنيه ده، تمام، أو كيسين من اللي هُم إيه الصغيرين. آآ بقيت أرُش رشة ملح ورشة هريسة، رشة ملح ورشة هريسة على كل شوية أحطهم لغاية لمّا خلصت الكمية كلها. بُصّي اللهم بارك شكله تحفة، وإن شاء الله هيبقى طعمه أحلى وأحلى. بُصّي عامل شبه الإيه المخلل اللي بنجيبوه جاهز من برّه. دي الهريسة دي أنا كنت عاملاها معاكم في فيديو من مدة كده يعني، آخر فيديو ليّا تقريبًا أو قبل الأخير، كنت عاملة معاكم هريسة الشطة، وكنت عاملة معاكم تتبيلة تحطيها في تلاجتِك ما تستغنيش عنها. إن شاء الله هاسيب لكم الفيديو دوّة في شاشات النهايات أو في صندوق الوصف. ليه بقى بنعملوا الحركة ديّة؟ علشان خاطر ينزّل كل المَيّة اللي فيها، يعني كل المَيّة اللي في الخضار ده أو في المخلل اللي إحنا عاملينه دوّة بيبقى مليان مَيّة. فأنا الحركة اللي أنا بارُش عليه ملح واسيبه يعني حوالي ساعتين 3 كده هتلاقي المَيّة كلّها نزلت.
فبالتالي لما تيجي تعبيه في برطمان، بدل ما تعبيه في برطمانين لا عبيه في برطمان واحد، فاهماني؟ هيقلل معاكي الكميه. انا ممكن الكميه دي اعبيها ممكن ياخد مني 4 برطمانات مليانين، بس بعد شويه بعد ما المخلل يفضي الميه اللي فيه ويهبط هتلاقي البرطمان بقى فاضي. فانا ايه قلت ارش عليه ملح عشان كنا متاخر، كنا الساعه 11 بالليل. قلت ارش عليه ملح كده واسيبه للصبح، اقوم الصبح اكمل تصوير فيه، كنت نزل الميه بتاعته. على الساعه 2 بالليل ببص الاقي الميه قربت تنزل من يعني من الصينيه، الحرف بتاع الصينيه اتملى على اخر ميه. قلت ايوه ده انا لو دخلت نمت وسبته هقوم الصبح هلاقي الميه مغرقه الدنيا بتاعته. طب وعلى ايه معبيه بقى بالمره؟ رحت جاي معبياه، عمل معايا 3 برطمانات ونص. انا عايزه اقول لك بصي الحكمه في كده ايه، ان انا بص انا عبيته اهو لقيته عمل معايا 3 برطمانات ونص، رحت جايه مغطياه وسايباه للصبح. لما سبته للصبح قمت الصبح تاني يوم لقيت البرطمانات ناقصه تاني لاني لسه بينزل الميه بتاعته. حطيت النص برطمان اللي الزياده ده فضيته على ال3 برطمانات التانيين. اللهم بارك كفى معايا 3 برطمانات مليانين على اخرهم. ودلوقتي هتشوفي بعينيك في الفيديو. فلو انت عامله كميه صغيره ممكن تحطي في برطمان وتحطي عليه المحلول الملح بتاعه وتظبطيه وتقفليه وخلاص وتشيليه. لكن لو عامله كميه زي ما بقولك كده يبقى الاحسن اعملي الخطوه دي، تخليه يدبل الاول ويطلع كل الميه اللي جواه عشان تعرفي تعبيه في برطمانات وما ياخدش منك مساحات كبيره. اللهم بارك، شكله ايه؟ شكله جميل جدا. المشكل ده بيبقى شكله جميل جدا جدا جدا. بصي اللهم بارك، خد مني ايه 3 برطمانات اهو مليانين على اخرهم، وادي النص برطمان. هقوم الصبح هلاقي البرطمانات نازله شويه كمان. طب بالنسبه بقى لو انا عايزه اعبيه على طول، مش عايزه اعمل الحركه دي او الخطوه ديت، مش عايزه اعملها استغنى عنها، مفيش مشكله. انا هعمل مثلا ايه 1 لتر ميه احط عليه 6 معالق ملح، 6 معالق ملح، واحط عليه معلقه سكر صغيره، واحط معلقه خل كبيره عشان اعمل محلول ملح للمخلل ده. يبقى هعمل ايه 1 لتر ميه احط عليه 6 معالق كبيره ممسوحه ملح، واقلبه تقليبه حلوه. ودوقيه برضو لو انت حابه عايزه تحطي ملح، بس انا ما بدوقوش. انا ده ال المحلول الملح بتاعي معتمداه يعني في اكتر وصفات المخلل. 6 معالق كبيره ممسوحه ملح، احط معلقه صغيره سكر، ومعلقه كبيره خل، واقلبه بس خلاص. وهرسة الشطه طبعا احط عليها حوالي معلقتين او 3 من هرسة الشطه. انا بقى حطيت هنا، كنت انا حاطه عليه الملح بتاعي، كنت حاطه عليه هرسه الشطه، وبرطمانات هرسه الشطه دي فضيت عندي. فانا قلت ايه اشطفهم بالميه يعني اللي هي بتاعت المحلول. الميه دي انا غليتها من بالليل، مليت الكاتل الميه وغليته وطفيت عليه وسبته بقى للصبح يكون الميه ايه بردت خالص، وكان البرطمانات بقى ايه جهزت معايا. لما بردت يعني انت عشان تحافظي عليه مده اطول، الميه لما تغليها فالمخلل بيقعد معاكي كده مده اطول ويعيش معاكي تمام. فلما تغليها وتخليها تبرد تماما وتبتدي بقى ايه حطيت عليها بقى انا معلقتين كبار خل او 3 وحطيت عليهم معلقه سكر كبيره. طبعا انا بعمل 3 برطمانات مش بعمل برطمان واحد، انتي لو برطمان واحد بس معلقه سكر صغيره ومعلقه خل كبيره و6 معالق ملح ومعلقتين هريسه شطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي بقى انا النص برطمان اللي كان الحبه اللي كانوا فاضلين على جنب دول طبعا كملت البرطمانات، وحطيت على الوش كده ايه آه راسين توم، وايه كام ورقه لوري، كام ورقه لوري كده بحيث ان ايه يدوا نكهه كده للمخلل. ممكن تحطهم في نص البرطمان براحتك، بس انا حبيت احطهم على الوش عشان ايه يحمي الوش بتاعه تمام. الميه بتاعت المحلول ليه حمرا، انا كده كده حاطه هريسه شطه زي ما قلت لكم. انا شطفت البرطمانات بتاعت هريسه الشطه اللي كان فيها هريسه الشطه، شطفتها على الميه دي يعني استخسرتها، يعني ان انا ايه حرام ان انا اشطفهم ويترموا في الارض كده على الفاضي، قلت لا استغلهم في المخللات. انا كملت ال3 برطمانات بتاعتي، وبصي البرطمان ده فضيته ازاي في ده خالص. البرطمان ده جه في ال3 برطمانات دول كملتهم وعملت لهم بقى المحلول الملح وغطيت عليهم. وعندك مكان في التلاجة حطي، ما عندكيش تحت في اي مكان عندك حطيهم وسيبيهم بأمر الله. افتحي عليهم على رمضان هيكون معاكي تشكيلة مخلل ولا اروع ولا احلى من كده واسهل من كده ما تلاقيش. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى ان تكوني انت استفدتي منه وما كنتش طولت عليكي. يلا هاتي بسرعة واعملي
مش هياخد منك وقت ومش هياخد منك مجهود خالص، وبأقل إمكانيات هتقدري تعملي أحلى تشكيلة مخلل في البيت. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.